بس يا سيدي عصلجت قوي قوي قوي. كان عندي كده راجع من السفر بلعب رياضه، انتوا عارفين بحاول العب تنس رغم السن والظروف والاصابات وكله، لعبت امبارح لعبت زي الزفت. قلت انا مش هلعب تنس تاني ولا ايه؟ كنت وحش مش قادر اجري مش قادر اتنفس، عندي اسباب واعذار بالهبل طبعا، قله نوم ومش عارف ايه وتعب والاصابات وقوف على رجلي كتير والحوادث، ممكن اطلع 1000 عذر. بس انا ما بقولش كده، انا بصبر اقول معلش هعوضها. قلت كابتن كرم هلعب تاني النهارده، الكلام ده كان امبارح، قلت هلعب تاني النهارده الحمد لله ربنا اكرمني كده، جيت ومركز جدا. قلت لا خد بالك كمان، لو ما كنتش نايم نام احسن، لو كنتش واكل كويس كل حاجه الصبحيه كده تساعد، شويه تظبيطات تعملها كده عشان تبقى قد الموضوع. مش عايز اقول لكم الحمد لله الحمد لله لعبت زي الفل، هي الدنيا كده مفيش حاجه بتجيلك من اول مره، اول مره دي نادره جدا، ده بيسموها بيجنز لك لو حظ المبتدئين، لكن الناس الطبيعيه الجميله كده اللي زي حضراتكم كده هتيجي حاجه على مره وعلى مرتين وعلى ثلاثه وعلى اربعه، على مرتين على الاقل، وهتتعب فيها. انا فاكر لما سافرت الامارات عشان اخد رخصه السواقه قعدت 3 مرات، تالت مره هنا نجحت فيها. مش بيأس، بس كل مره بفكر واعي كده، هو انت عملت ايه غلط؟ طب تحسن في ايه؟ طب تعمل ايه؟ والصبر حلو جدا، الصبر مش سهل على فكره، الصبر ده يعني مفتاح الفرج وكل حاجه، مع المحاوله الاستمرار الصبر والاصرار، هعملها بس هعملها صح، احسن من ادائي، اجرب حاجه تانية. في الشغل بقى ما احكيلكش فوق ال 100 200 مره بقى، ونقدم عروض لحاجات تترفض مره والثانيه والثالثه وبعدين تتقبل. الحياه مش سهله زي ما انتم شايفين كده، لغايه لما توصل في يوم من الايام بقى عندك خبرات جامده جدا، والناس طالباك بالاسم وعارفين امكانياتك بالظبط ايه، هيطلبوك بالاسم عشان عارفين انت هتعمل ايه، وانت بتشتغل معاهم على فكره مش هيقبلوا شغلك اول مره برضه، ما انت لازم تتقبل انك هتقع والناس مش هيعجبها الحاجه، البشر كده، لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع، تجرب مره واثنين وثلاثه واربعه لغايه لما تظبط معاك. الصبر جميل، الصبر ده بيدي الناس يعني ثواب غير طبيعي، وهتعملها في الاخر، الصبر والاصرار والوعي والادراك عشان نحسن اللي بنعمله ايه. صباح الفل والجمال، خدوا بالكم من نفسكم، ما تتكلموش عن بقيه العاده.